لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه صلاة الله صلاة الله في سري وجهري على المختار تترى طول دهري. أهلا بكم مشاهدي قناة النادر. فن لمع في كل بلاد النوبة وفي كل المناسبات العائلية، وهو فن المديح. معنا ومعكم المنشد والفنان محمد يوسف. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. بقناة النادر طبعا، وقناة المتميزة اللي هم بينشروا كل الأحداث اللي حصلة في النوبة. يعني أنا والله مبسوط جدا إن أنتوا ما شاء الله عليكم، يعني عاملين شغل هايل جدا. يعني امتى بدأت في فن المديح وازاي؟ والله أنا بدأت يعني الحمد لله ابتديت المديح وأنا عندي 6 سنين. كنت بروح مع والدي، كان بياخدني كده في الأفراح وكده زي ما حضراتكم هتشوفوا النهارده يعني. وابتديت بقى اتعود، يعني خلاص بقت حاجه جوايا. يعني هو والدي اول حد حطني في الطريق ده يعني. واستمريت بقى لغايه ما حبيت اطور بقى من الشغل، يعني من المدح. يعني المدح فكرته كانت للناس الكبار فقط، فاحنا حاولنا لا ان عايزين نجذب الناس اللي هم الشباب والاطفال الصغيرين اللي حضرتك شايفاهم دول بمديح بقى شكل تاني. يعني نحاول نطور من المدح وكده، يعني على اساس نبقى نجذب الناس اكتر لينا يعني. طيب انا عايزه اعرف يعني ايه الفرق ما بين الفن الطريقه المرغنيه والطريقه البرهميه وباقي الطرق؟ ايه وجه الاختلاف بينهم؟ لا هو يعني في الامام البوصيري بيقول في البرده: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. كل الطرق الصوفيه كلها واحد، يعني بتمشي نفس الاتجاه، يعني كله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بس بيختلف بقى ان دي في شيخ، كلهم طبعا اللي مؤسسين الطرق دول كلهم اهل البيت، ف عندهم بقى ملكه بيالفوا دواوين واشعار، وكل طريقه ليها حاجه اسمها اساس، ليها حاجه اسمها راتب، بيقروا الحاجات دي اوراد بقى بعد الصلاه كده يعني. هل في بس يعني انما الفكره واحده، ده بيقولوا مدايح دينيه واساس وراتب واوراد، برضو كل طريقه كده، بس مع اختلاف بقى في القصايد مع شيخ الطريقه كده يعني. هل في فرق في المقامات؟ طبعا في فرق في المقامات. يعني مثلا الطريقه الرفاعيه بيعتمدوا على الشرقي شويه. في طرق تانية كده زي مثلا الشيخ ياسين تهامي، الشيخ امين الدشناوي، الناس دي بيعتمدوا على شويه مثلا جو صعيدي شويه. احنا عندنا لا، عايزين نوصل المدح بطريقتنا احنا، بالطريقه النوبيه بقى. يعني زي ما بنشوف كده، لا عربي ماشي مفيش مشكله، بس بالحاننا احنا بقى، بمقاماتنا احنا اللي هو الخماسي شويه. الله الولي سر العلي سر العلي قد تجلى في المجال واجتلى. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله الصفي نعمة الصفي نعمة الصفي من ترقى للمعالي واعتلى. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله لطفه يسمي الورى يسمي الورى من حوى كل جمال جملا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله عينه ترمي الغزال
ترمي الغزال ويح قلبي بين سهام النبلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله وجهه فاق البدور فاق البدور حلمه يكفي جميعا يا فلان. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. طريقه يشفي العليل يشفي العليل أنفه كالسيف أضواء واصخلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله طفله خمر حلا خمر حلا على شربي منه شربا عاجلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله يبدو لي يا مرغني يا مرغني خذ مرادك وبدادك واصلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله يبدو لي يا مرغني يا مرغني خذ مرادك وبدادك واصلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله فلك قصدي نعم قصدي يا فتى فمرائي ومراري واصلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله تغشى طاق المصطفى المصطفى وصحابا ثم آل فضلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا في مرحبا في مسهلا. الله تغشى طاق المصطفى المصطفى وصحابا ثم آل فضلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا مسهلا بمرحبا في مسهلا. طيب ممكن تسمعنا حاجة من القصائد المديح؟ سمعك حاجة حاضر. الله 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 نجى به نوحا من الغرق كذاك نجى به إبراهيم من حرق. أقسمت بالله رب الناس والفلق وحق من خلق الإنسان من علق. إن الذي أخجل الأقمار في غسق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا كنت عايز أسألك، أنت اللي بتكتب القصائد بتاعتك ديت ولا اللي بتغنيها ولا في حد هو اللي بيكتبها؟ القصايد دي في عندنا تراث الطريقة المرغنية،
دي دواوين وقصايد موجوده في الدواوين اللي هم بتوع الطريق عندنا. الالحان بقى احنا بنخترعها بقى، يعني بنحاول نجيب لحن قديم نوزعه، يعني نحاول نطور فيه كده يعني. وفي قصايد بيبقى يعني مثلا حاجه عجبتني من بره الطريقه المرغنيه خالص، يعني مثلا حاجه سوداني مثلا، حاجه كده يعني برضو عربي. وفي بحاول بعمل برضو حاجات يعني باللغه النوبيه نفسها بقى. يعني عملت النبيون ان كلمات والحان استاذ حلمي ابو زيد، والالحان مشارك فيها الاستاذ احمد حسين العمده. وعملت طبعا قبلها مع الموسيقار النوبه الكبير استاذ سيد ابراهيم، عملت مع إكا ونور في الدرو ولوبس الله في الدرو. وعملنا الله دانا برضو من استاذ حلمي ابو زيد. وعملت الله 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 محمد باشا ابو سمبل، يعني شويه من ابو سمبل عنيبه كده يعني. طيب مين اشهر شعراء فن المديح؟ اشهر شعراء المديح على المطلق يعني ولا لا؟ لا على المطلق طبعا كتير جدا يعني، ما اقدرش كتير جدا يعني، من ايام سيدنا كعب بن زهير ويعني ناس كتير انا مش قادر افتكر يعني. وعلى النوبه هو عامه معظم النوبه ما كانش فيه مدح في النوبه غير اللي هو الطرق اللي هي الصوفيه، اللي دلوقتي الناس ابتدت يا دوبك بقى، يعني مثلا زي سيد ابراهيم، زي حلمي ابو زيد. دلوقتي بنعمل حاجه استاذ هشام باطا، محمد باشا. انا مش عايز انسى يعني، بيحاولوا الناس دلوقتي يتجهوا للاطار الديني شويه يعني. شكرا للمنشد والفنان محمد يوسف. الله يكرمك، شكرا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وانا بحيي قناه النادر والله بجد، يعني عاملين شغل، انا متابع يعني من المتابعين الجيدين ليكم يعني. اللهم صل على النبي، يعني حاجه كوكبه جميله جدا يعني، اعلى مصورين واعلى مذيعين، حاجه جميله جدا يعني. ربنا يوفقكم ان شاء الله. محمد وعلى الآل ما استنار ضياءه، صل ربي على النبي محمد وعلى الآل ما استنار ضياءه، لعلى الرسل عن علاك انطواءه، وأولو العزم تحت شاءك جاءوا، ولمرقاك دانت الأصفياء، كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء.